المشاهدين، مما لا شك فيه أن النشاط المسرحي من أهم الأنشطة التي تميز بيوت وقصور الثقافة في محافظات مصر، وده لأهميتها في إخراج المبدعين في مجالات الفنون كالشعر والتمثيل والغناء. أعزائي المشاهدين، ومن خلال برنامجنا المسرح في الصعيد بنلقي الضوء على أحد العروض المسرحية في محافظات إقليم جنوب الصعيد، فتابعونا. أعزائي المشاهدين، هنشوف معاكم العرض المسرحي نهر ما بيتحركش ليه. العرض من تأليف طلعت رضوان ومن إخراج رائد أبو الشيخ، فتابعونا. للموت او الجنون. ممكن تفسري لي؟ تفسري بايه رغبتي للموت او الجنون؟ غباء وجبن اجتماعي. التركيب النهائي، التركيب الكيماوي للمخ، دور المعتقد في التوجه الاجتماعي، التركيب النهائي لكل انسان، قاعدة السببية. جربت تكوني نص ميت ونص حي، لا انت محصلة الموت ولا قادرة تستمتعي بالحياة. انت شوارعية، انت صندوق مقفول. ولسه لسه المغسلين بيهضموا السموم. ليه بنضحك في الأماكن العامة ويركبنا الهم بين الحيطان؟ الو، ايوه، ازيك يا زاهر؟ لا ابدا، انا خرجت من المركز في ميعاد الانصراف. حسيت ان عايزه اتمشى على كورنيش النيل. اتمشيت شويه. اطمن، انا كويسه. مش مساله اني بهرب منك. في حاجات لازم تتحسب بخصوص علاقتنا. فعلا انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه. هبلغك بقراري. طبعا هبلغك بقراري. النهارده اسبوع بعد الحادثه، واحتمال النيابه تطلبني للتحقيق من جديد. طبعا لو في اي حاجه هتصل بيك. بصي بقى انا عاوزه اقولك حاجه ليكي انت لوحدك. سميه اعتراف، سميه بحث، سميه اي حاجه. انا اخترتك انت بالذات عشان ثقتي فيكي، ثقتي في الانسانه الطيبه اللي جواكي. وعشان كده عندي امل يكون
مفيد لعلم الاجتماع، العلم اللي جمعنا احنا الثلاثه، انا وانتي والاستاذه المرحومه اميره. بس قبل ما اتكلم معاكي عاوزه اصفي معاكي عتاب. انت عارفه ان شقتي جنب شقه الاستاذه، وعارفه ان نوع العلاقه الانسانيه اللي كانت بتجمعنا، وقد ايه الاستاذه كانت رقيقه. كنت بحس ان الكراسي والترابيزات واي حاجه بتلمسها بتفرح. ممكن الكلام ده ما ينفعكيش، لا لكن انا اصريت اركز على المشاعر عشان تعرفي قد ايه مأساتها مع جوزها وولادها. الاستاذه بعد كل خناقه مع جوزها وولادها كانت تيجي تخبط عليا وتقعد معايا وتحكي لي. طبعا جوزها عارف كده، ممكن تسأليها. اكيد انت بتسألي نفسك دلوقتي ايه اللي دخلك في كل ده، وليه العتاب. الليله اللي كانت فيها الاستاذه اميره في شقتي عقلي ولا جريت على شقه الاستاذه، فتح جوزها افتكرت رغم الاستاذه وهي بتكلمني عنه، مش فاكره قال ايه، لكن كل فاكره ان هو فتح على اولاده وزقوني. مش فاكره ايه اللي جرى بعد كده، لكن كل اللي فاكراه ان شقتي اتملت بولادها واتملت بالجيران، وما كنتش دريانه باي حاجه، مش دريانه الا بصوت الضابط وهو بيسالني عن ظروف موت الاستاذه. النهارده اسبوع بعد اللي جرى، يمكن اقدر ارتب عقلي وارتب الاحداث. في الاول كنت فاكره ان الموضوع هيمشي في سكته الطبيعيه. جوزها هتتنقل لشقه جوزها، وبعدين عمل اللازم عشان الكفن. لكن الغريبه ان جوزها اتصل بالبوليس واتهمني بالقتل. ساعتها غبت عن الدنيا، ما بقتش حاسه باي حاجه. كانت صوره واحده بس ماليه عينيا، صوره الاستاذه بكل بؤس الدنيا، وهي بتكلمني عن جوزها وعن شكه، وان الشك احيانا بيكون درجه من الخلل، درجه من الجنون. ساعة لما جوزها اتهمني بالقتل افتكرت لما كنت بقول لها انت بتبالغي في وصفك لجوزك، يعني كنت برتكب جريمه وانا مش عارفه. لكن انت وزاهد هي دي المشكله. صحيح انت وقفتي لي محامين كبار ووقفتي جنبي انت وزاهد، انما اللي شفته في عينك وعيني نفس المعنى، نفس الاتهام. بعد 10 سنين و3 سنين خطوبه شفت في عينيكم نفس المعنى، نفس الاتهام. سألت نفسي ازاي بعد العشرة دي تشكوا فيا، انتي واستاذتي وهو حاجة تانية. هو اللي بحبه، هو اللي انا برتبط بيه، هو اللي بتجمعني بيه اسمع علاقة. حاسه ان انا هنفجر باللي جوايا، عاوزه افضفض
الدراسه وطبعا علم الاجتماع الكبير فشل في حل مشكلاتها الاجتماعيه. ليه اختارتك انت بالذات عشان تحكي لك همومها؟ انا عارفه الاستاذه من زمن. لما وريتها اول بحث قالت لي يا دكتوره وما كنتش لسه حتى خدت الماجستير. لما كنا بنقعد في مكتبها كنت بسمع صوت جوزها وهو بيصرخ، ومرة يشتم العيال ومرة يشتم الدنيا ومرة يشتم الحظ. لكن ولادها الاثنين عمرهم ما اتدخلوا، عمرهم ما وقفوا مع الحق، وهم بيسمعوا ابوهم بيهين امهم. مش بس كده، انما كمان كانوا بينكروا فضلها. هتقولي لي ليه ما يكونش الخطأ منها، العيب فيها. حطيت ده في اعتباري، وعشان كده كنت عاوزه افكر معاكي بصوت عالي. من اول يوم عرفت مأساتها مع جوزها، وجوزها بيشتمها من سبب ومن غير سبب. هتقولي لي الكلام ده مش علمي وضد قاعدة السببية. انا برضو قلت الكلام ده لنفسي كتير، لكن اللي حكته الأستاذة واللي سمعته قلب كل حاجة، حتى مبادئ العلم، ولقيت نفسي مش فاهمة أي حاجة. جوزي ومن عيلة كبيرة، بس أنا غبية. ليه أقلبه على حاجة بيعملها وهو بيعملها معايا من زمان؟ اعملي ده، لا ما تعمليش ده. من ساعة ما اتجوزنا وبعد ما خلفنا وفي الخطوبة الشخط والأوامر، اختيار الشبكة، تكاليف الجهاز، طريقة لبسك، اسلوبك في الكلام، حتى مواضيع اللي بتتكلم عليها اي رأي مخالف لرأيه ملوش معنى، ارادته فوق كل الإرادة. الغريبة اني استخدمت ارادتي اكتر من مرة ونجحت. المرة الاولى كانت قبل الدخلة باسبوع، نقلت هدومي وكتبي لشقة الجواز، صرخ هي العروسة تدخل مع جهازها عفش ولا كتب. لكنه تاني يوم كلمني عن ضرورة شراء مكتبه، وفعلا اتولى هو تنظيف المكتبة بنفسه. أعزائي المشاهدين، على هامش العرض المسرحي النهر ليه ما بيتحركش، كان لنا هذا اللقاء مع بطلة العرض الفنانة ليلى قطب. كلميني بقى ليلى، أول مرة تشيل عرض وحدك؟ اول مره اعمل مونودراما، وكنت خايفه جدا عشان هو العرض اصلا سايكو، في حاله نفسيه غريبه وداخل فيه حاجات صعبه جدا يعني، فكان بالنسبه لي كنت مرعوبه جدا ان انا اشتغل عرض زي كده. تمام. قدمت عروض قبل كده؟ قدمت في الثقافه الجماهيريه وفي الفرقه القوميه، بس كان في حد بيسندي، ما كانش بتبقى مونودراما شايلها لوحدي طول العرض. تمام. ليك قد ايه في التمثيل؟ يعني دلوقتي داخله في 10 سنين دلوقتي. 10 سنين، يعني انت عندك هوايه للتمثيل؟ من وانا في ثانوي وانا بمثل. العرض اللي قبل كده كان عباره عن ايه؟ كان الاسكافي ملكا، كنت عامله دور جنيه رفيف، كان اخراج استاذ حمدي حسين وتاليف يسري الجندي. من خلال العرض المسرحي النهارده النهر ليه ما بيتحركش، عايزه توصلي رساله عباره عن ايه؟ عايزه اوصل حاجات كتير. هو اصلا العرض كان هو راجل هو اللي كان بيعمله، كان بيقدمه، كان متاثر بالدكتور بتاعه، فراح المخرج حوله لواحده هي اللي متاثره باستاذتها، قلبه على اساس ان هو كان عاوز يرمي لمصر. في حاجات بنتطرق ليها في العرض ده، بنتطرق لموضوع الجواز وموضوع الحريه الفرديه بالنسبه للناس، وموضوع الشغل ومشاكل الحياه اليوميه، والبيت ازاي بيأثر علينا كلنا،
علينا، بيأثر علينا في الشغل، بيأثر علينا بره. ازاي برضو كل الاسر بيبقوا ما فيش انتماء ما بينهم وبين بعض، كل ده بيأثر على حياتنا، على وطننا، على انتمائنا للحياه. الاستاذ رائد ابو الشيخ المخرج المسرحي النهارده اللي هو خاص بعرض النهر اللي ما بيتحركش، عمل ايه معاكي؟ ازاي قدر يخليكي تتأقلمي انك تأدي هذا الدور؟ هو احنا قعدنا الاول مع بعض، دورنا على طريقه ندخل بيها العرض على اساس ان هي حاله نفسيه وحاله سايكو، قعدنا نفكر في كام سكه ندخل بيها، ولا ان اقرب سكه ان انا ابقى بتهته في الكلام، على اساس انا طول العرض متردده لسه ما وصلتش لقرار، في حين ان في حد مستنيني عاوز ياخد مني قرار ابلغه بيه لاخر العرض، ببتدي بقى ابلغه في النهايه. فهو ده كان مناسب، طريقه العرض مناسب لمغزى القصه يعني. تعبت في الدور ده؟ انا تعبت جدا عشان خاطر الوقت كان قليل جدا، لانه كان راجل وبعد كده اتحول لست. حصل الظروف، انا ما مسكتش العرض يعني، ما عملتش غير بروفة حركه واحده والديكور، لان لظروف ما الشيك ما جاش وحاجات مشاكل تبع الثقافه ما جاش. يعني عملنا الديكور بالليل وعملنا على نفقاتنا الشخصيه لحد ما يجي موضوع الشيك، فانا ما عملتش بروفة على الديكور الا قبل العرض بحاجه بسيطه، فده كل ده بيعمل تشويش بالنسبه لي يعني. بس انت كنت قايله لي قبل التسجيل يمكن كنت مرتبكه جدا وخايفه جدا طبعا، عشان بتقولي النص انا لسه واخداه مثلا من يوم او اتنين. بالنسبه لي عشان كنت لسه بحفظ النص، وكان في مفاتيح كتيره جدا، وزي ما قلت لحضرتك ان هو مونودراما بيبقى شايله ممثل واحد، فبيبقى يعني اجهاد وتعب عليه جامد. حاسه نفسك انك اديتي في هذا العرض؟ الحمد لله انا تطلع على الأرض ما قدرت بس هو كان انا نفسي اتمنى ان انا ادخل في مود تاني خالص قبل العرض، بحيث ان انا اخش في الحاله بقى، ابتدي بقى ادخل في المود بتاع الحاله نفسها. يعني حاسه ان لسه كتير قوي عني الحمد لله. يعني كان في احسن من كده يا ليلى؟ طبعا في احسن من كده بكتير جدا، بس ظروف الجو والحر انا وارتباكي وتوتري هو اللي خلاني يعني كنت خايفه جدا. ليلى قطب بطلة عرض مسرحي النهر ليه ما بيتحركش، انا في نهايه هذا اللقاء بشكرك واتمنى لك التوفيق، وانت النهارده كنت يعني متميزه جدا من خلال عرضك المسرحي. شكرا. ربنا يخليك. ميرسي. شكرا. ما تنكسفيش من حاجة، هحللي. تفتكري الكلام ده ممكن يفيد بحث؟ تفتكري الخطأ فين؟ تفتكري ممكن تفتكري ان الغباء زي ما هو قال حالة اجتماعية زي ما هو حالة عقلية؟ الغريب ان الاغبياء بينتهزوا الفرص ويركبوا على اكتاف البشر ويوصلوا اعلى درجات السلم الاجتماعي. تفتكري ممكن يكون انتهاز الفرص هو الميزان الحساس للفصل بين الذكاء والغباء؟ أنا رفضت قرار تعييني مدير عام في مصنع عطور، وقعدت سعيدة بموقفي أكتر من 20 سنة، بس رجعت السوسة تلف وتدور في دماغي. ليه رفضت الفرصة؟ إيه اللي كسبته وإيه اللي خسرته؟ ده حتى الوظايف دي بتكون على الورق وبس، ده أنا كنت اتفرغت لأبحاثي. تقدري تقولي لي ايه اهمية علم الاجتماع؟ ايه قيمة علم الاجتماع؟ ايه اهمية علم الاجتماع؟ مين اللي بيقرأ علم الاجتماع؟ مين اللي بيقرأ اي حاجة في اي فرع؟ ما تبحلقيش فيا كده شوية آلاف من عشرات الملايين. مين اللي بيحاسب أبحاثك غير الباحثين اللي زيك؟ ايه قيمة أي حاجة إذا كان الأبيض بيساوي الأسود، الوحش بيساوي الحلو، وما فيش أي هدف قومي بيجمع الناس. حتى مصر بقت آخر حاجة في هدف وتفكير وجدان الناس. الو. ايوه انا كنت بسمع موسيقى. لا ابدا. زاهر جنبك كويس، عشان عاوزه اكلمك بصراحه.
وهتتقدر ظروفي وحالتي وهتفهمني. كل الحكايه من ساعه موت الاستاذه وحالتها بتتلبسني. ايوه انا واعيه بكل كلمه. لا لسه ما وصلتش لقرار. مع السلامه. ايوه ازيك يا زاهر؟ ما فيش مبرر للخوف. انا كويسه. ايوه انا كويسه. انا قلت كده بس مش كده بالظبط. هوصل للقرار وهبلغك. مع السلامه. بعد اكتر من 20 سنه جواز عمر جوزها ما حسسها ان هو بيحبها. تفتكر الغلط ايه وايه الحل؟ ايه رايك في انسانه مفيش اي بهجه بتربطها بالحياه؟ ايه رايك في انسانه لما تتحول لصرصار بياكل وينام؟ كان عندها حق. كان عندها حق لما كانت بتسيب نفسها لتجربة الحب اللي قالت لي عليها. كلمتني عنه كتير. كان كلامها كله اعجاب واحترام. انا كمان زيها كنت ارفض فكرة ان واحدة متجوزة تكون على علاقة بواحد تاني. لا علاقة حب ولا علاقة جواز. بدأت أقلب المسألة في دماغي وحصل تغيير. تقدري تقولي لي لما النهر ينشف تلزمه كام سنة عشان يملاه؟ تقدري تقولي لي ايه الفرق بين البركة بين النهر الجاري والبركة المتعفنة؟ انا ببركة متعفنة والطحالب سدت كل مسامي كل حواسي. تفتكري واحدة زيي ممكن تمر بتجربة حب بعد سنين من موت المشاعر، بعد سنين من الجفاف والحرمان؟ دمرت عندي كل معنى للحياة. هي اللي كانت بتكلمني عن ضرورة البهجة للإنسان. كانت بتسيب نفسها لمجرى الحياة زي أي قشة. لما أخو جوزها جاب لها عقد عمل في دولة عربية، كانت بتتمنى ترفض، لكن نظرات جوزها هدمت كل مقاومة عندها. الو ايوه انا لا اسفه مش هحضر التحقيق. انا قلت كل حاجه في النيابه.
مش مهم اعتقاد الناس. كفايه عليا تقرير الطبيب بالشرعي اثبت ان الوفاه طبيعيه. مش هقول اي حاجه تانية. اسفه. ايه بتقول ايه؟ محامي الزوجه اتهمني بالقتل المعنوي. محامي الزوجة اتهمني بالقتل المعنوي. نفس المعنى اللي بتمنيت اوجهه لجوز الاستاذة. ما قدرتش اتعرض لعلاقة الاستاذة بجوزها اكتر من كده في التحقيق. ما قدرتش اقول عن خيبة الامل اللي كنت بشوفها في عينيها. وجوزها ما عرفش يتكلم وما قدرش يقول اي حاجة. ومحدش عايز يقول اي حاجة. محدش عاوز يعمل وقفة مع نفسه يعيد نظر في اللي سمعه واتعلمه. ليه كلنا بنجري ورا مؤسسة الجواز؟ ليه ما يكونش في حل تاني؟ ما تبحلقيش فيا كده. ما اخرش المجتمعات الا الجواز. الغباء والجبن الاجتماعي بسبب المؤسسة دي. انت مش متجوزة وممكن تخمني حدود الحرية الفردية. محدش بيستناني على القهوة. يمكن بنتي ممكن تحضر لي الاكل. باكل وانا واقفة. عمري ما اشتكيت. في حد بياكل وهو واقف؟ انت مش مكسوفة من نفسك؟ انت كافرة وشرعية. لكل انسان الحريه انه يعمل اي حاجه ما دام ما بيأذيش اي حد. الحاجه الوحيده اللي اتكسف منها هي اغتصاب حق الاخرين. انا حاله للبحث واقفه قدامك عريانه تماما من كل حاجه. قلعت كل وشوش الكذب. كفرت بكل اللي بيسموه بالاسرار. شفت كل حاجة. يمكن لحلمي حاسة ان انا هموت قريب. مع كل دقيقة بحس ان الغباء والجبن الاجتماعي زي الحبل الملفوف حوالين رقبتي. مع كل دقيقة بحس ان هو بيخنقني. انا وصلت القرار. ايوه زاهر جنبك كويس. انا لو فكرت اتجوز مش هلاقي احسن من زاهر عشان افكر ان انا اتجوزه. انا بحترمه جدا واتمنى له السعاده مع غيري. اتمنى له السعاده مع غيري. اتمنى له السعاده مع غيري. عشان خاطري عماله تقولي لاولادنا الصغيرين ولاولادنا اللي لسه ما اتولدوش اني عشت طول عمري مؤمنه بالجواز. حاضر. عايزاكي تقولي لهم كمان ان انا في النهايه ان هو اكتشفت ان هو بيقتل الحب. حاضر. وبيقتل اجمل حاجه في الانسان ان هو بيحس بالانسان. حاضر. وبيقتل الضمير والشرف وبيتولد الخوف. اسالهم الاسئله اللي ما حدش سالها قبل كده. ليه الموظف بينضرب على قفاه من رئيسه ويسكت؟ ليه ما يردش الضربه ضربتين وعليه انه يقول؟ تلاقي الاجابه عنده ايه؟ رزق العيال الكل بيطاطي. العلاوه والترقيه والكل بيطاطي. قولي لهم ازاي العامل ينتج، ازاي الفنان يبدع وعليه انه يعيش في معركه الحياه ويحارب في معركه الشغل وهموم الوطن. وفوق كل ده البيت ومشاكل البيت والمشاكل اليوميه. البيت اللي هو المفروض يكون حب دفع امان. لكن كل اللي بيحصل العكس. ان احنا بنواجه قهرنا وكبتنا وقرفنا الاقرب الناس لينا. ليه لما
شوفي كم اسره اي فرد فيها مش منتمي لاسرته. قوليلي شاوريلي على اي اسره ما سيحوش بعض في المحاكم. شاوريلي على اي اسره ما سيحوش بعض عشان توريث الميراث. لما نكون بنتنفس التناقض في كل دقيقه. لما يكون ايجار الشقه قد مرتب اي شاب، ايجار الشقه قد مرتب اي شاب 4 مرات. لما تكون الفلوس هي المعبود، هي اللغه والهدف واللغه اللي بنتكلم بيها، يبقى لازم يحصل تغيير في المصري اللي ما بقاش مصري، يبقى يتفكر لتراثه ويشتم اجداده ويبيعهم للاجانب. الو، عاوزني في البيت دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ زاهر مات وعاوز يشوفني؟ زاهر انتحر وعاوز يشوفني قبل ما يموت؟ زاهر انتحر وعاوز يشوفني قبل ما يموت؟ زاهر انتحر وعاوز يشوفني قبل ما يموت؟ زاهر انتحر وعاوز يشوفني قبل ما يموت. زاهر انتحر وعاوز يشوفني قبل ما يموت. زاهر انتحر وعاوز يشوفني قبل ما يموت. زاهر انتحر وعاوز شكرا والى اللقاء وحلقة جديدة من المسرح في الصعيد.